ده سر من أسرار نضارة وجمال الصينيين. السر مش في كريمات غالية ولا منتجات تجميل، السر في حاجة طبيعية طالعة من شجرة الخوخ اسمها صمغ الخوخ. لما لحاء شجرة الخوخ يتشقق بيطلع منه نقط صغيرة شبه الدموع الكريستالية، وسموها اسم شاعري دموع زهرة الخوخ. المزارعين هناك بيجمعوها بعناية، بينضفوها وينشفوها في الشمس، وكل حتة منها تعتبر هدية غالية. ولما بيجهزوها بينقعوها في المية، وبعدين يطبخوها على نار هادية مع فطر التلج والبابايا وسكر صخري وتوت خاص، وفي الآخر يضيفوا شوية لبن جوز هند. النتيجة بقى إيه؟ حلو وخفيف وطعمه لذيذ وقوامه طري شوية. صمغ الخوخ غني بالألياف ومضادات الأكسدة، وبيقال إنه بيساعد في ترطيب الجسم وتحسين البشرة، بس لحد دلوقتي مفيش دليل علمي إنه يعوض الكولاجين أو يمنع التجاعيد. في الصين بيعتبروه أكلة صحية ومغذية، وهو من قرون جزء من تقاليد الجمال والأكل هناك. المرة الجاية لما تشوف واحدة صينية بشرتها ناعمة ولامعة زي البورسلين، ممكن يكون السر في طبق صغير من دموع زهرة الخوخ. لو حد يعرف بتتباع فين أو موجودة عندنا ولا لأ يقول لنا في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.